ازيكم يا اصحابي، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. النهارده يا جماعه جايب لكم شويه حاجات كده في العالم التاني في بلوكس فروت. حاجات ممكن يبقى الناس القديمه قوي في بلوكس فروت تكون عارفاها، حتى لو الناس القديمه دي عارفاها. فانا جاي اجيب لكم كلام اتقال عن الاسرار دي، فكمل الفيديو ده للاخر عشان هو حرفيا فيديو ممتع جدا. بس قبل ما نقول الحاجات دي انا عايز اقول لكم ان انا عامل جيف اواي على 2000 روبوكس، تمام؟ ودي مش اول جيف اواي اعملها، انا عملت جيف اواي قبل كده على 500 روبوكس وخلاص اخترت خمسه ووزعت الروبوكس دول عليهم. والجيف اواي اللي كانت قبل دي كانت على 500 روبوكس وفاكهه كنترول. المره دي هتبقى على 2000 روبوكس واي فاكهه بيرم انت تختارها. فشروط المسابقه دي يا جماعه سهله جدا. اول شرط انت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتتابعني. الشرط اللي بعد كده انت تكتب لي اسمك في الكومنتات علشان لو انت كسبت اقدر اتواصل معاك وابعت لك الجائزه بتاعتك. كمان مش من شروط المسابقه دي ان انت تخش سيرفر ديسكورد بتاعي، هي مش من الشروط، بس خش السيرفر ديسكورد بتاعي لان احنا عارفين كلنا بنساعد بعض وبنعمل رولات مع بعض. حد عايز يعمل تريد معين بيكتب في شات عندنا في السيرفر، فين احنا كوميونتي في بعض بنساعد بعض في كل حاجه. حتى انا كنت لسه قايل لهم من شويه ان انا عايز كل اللي في السيرفر مش حد فينا ما يكونش معاه اقل من 5000 فراجمنت، تمام؟ علشان عايزين كلنا نجيب سيوف معينه، وحرفيا هيفوتك حاجات كتير جدا لو انت ما دخلتش السيرفر ده، تمام؟ ده غير ان انا قريب جدا هعمل جيفاوات خاصه في السيرفر ده. بس فيلا بينا نخش على الفيديو على طول. في حاجه كده يا جماعه مخفيه في السفينه دي، هنخش نشوفها وبعدين هنشوف الغرفه السريه اللي في الكوفي، تمام؟ وهنتكلم عنها وهنقول ايه الاسم اللي كان موجود فيها ده، وهوريكم حتى الصوره اللي اتقال عليها الاسم ده. تعال نروح عند القارب ده، نخش هنا جوه ونروح هنا كده. الأحسن تخليك الصبح عشان الدنيا هنا بتبقى رخمة شوية في الليل. وعايزين ننط فوق كده، تمام؟ عايزين نقف على النجفة اللي فوق دي، تمام؟ ثواني عشان هي بس ايه بتكون رخمة شوية. هنطلع اهو. طيب انا دلوقتي وقفت فوق اهو، تمام؟ شايفين لما اطلع فوق كده، شايفين المكان ده يا جماعة؟ شايفين المكان ده يا جماعة؟ المكان ده يعني ممكن يطرح له بس بعيد شوية، تمام؟ فأنا أشوف وقت الفيديو لو الوقت سمح ممكن نروح المكان ده من بعيد تاني. بس في ناس بتقول إن المكان ده عليه أسرار ومهمات وحاجات يعني صعبة جدا. أنا عايز أقول لكم أصلا إن أنا لو عملت فلاش ستيب هقف هنا وهموت، يعني زي ما انتم شايفين كده. أنا دلوقتي شايفين الهيلث بتاعتي بتروح فين يا جماعة؟ لو أنا فضلت واقف هنا هموت. بس في ناس بتقول إن هيبقى في مهمات هنا أو حاجات معينة، بس أنا ما فيش حل غير إن أنا أموت وأقف. بس استنى يا جماعة، الحتة دي أنا أول مرة أقف عليها، فدي ما بتنقصش الهيلث بتاعي، تمام؟ بس تقريبا لو أنا وقفت هنا الهيلث بتاعي هينقص وهموت، تمام؟ فمش مشكلة، أنا كده كده عايز أروح الكوفي أصلا. أو تعالى نروح على الكوفي، تمام؟ علشان نشوف حاجة كده هناك معينة. فيلا بينا، عايز أوريكم حاجة بس سريعة في المصنع ده، تمام؟ في شخص هنا ممكن تكلمه، ممكن تشتري منه قارب لوفي أو فلامينج. البوت ده بيكون فوق، بس عشان اطلع له عايز يكون معايا بودة كده عشان اعرف انط وما ياخدش من الانرجي كتير عندي. كده كده. طيب عايزين بقى ايه نعمل كده ونقف هنا. ثواني. هو ده الشخص يا جماعة بتكلمه كده، بس لازم طبعا يكون معاك 1500 فراجمنت. ده تقدر تشتري منه قاربين، قارب لوفي وقارب فلامينجو، تمام؟ بس في ناس كتير مش واخدة بالها من الموضوع ده لأن هو شخص موجود في مكان غريب شوية. تعالى عند الكوفي نشوف الغرفة المخفية دي، تمام؟ الغرفة المخفية دي ساعات طبعا بيكون هنا صندوق طبعا فلوس. فانت تيجي هنا تنزل هنا، طبعا احنا كلنا عارفين ان في نزلة هنا عادي جدا. فلما تنزل بتروح عند المكان ده، شايفين الباب ده؟ طبعا بتخشوا بالفلاش ستيب، تمام؟ المكان ده مقفول بس بتخشوا بالفلاش ستيب بالجلitch اللي موجود في اللعبه. لو مش عارف ازاي تخش بالفلاش ستيب، انا بصراحه ما اعرفش هي ازاي بتتعمل على التليفون. لو في حد بيلعب على التليفون بتضغط على شيفت، تمام؟ بيخليك تتحرك بالماوس كده على طول. بتروح تقف هنا وتلف لحد ما يظهر لك الغرفة كده من جوه، واضغط على الفلاش تاب. هي دي الغرفة يا جماعة. طبعا يا جماعة الغرفة دي زمان، الكلام اللي انا سمعته بقى، زمان كانت الغرفة دي اصلا كانت مترتبة. كانت الشنط دي تقريبا كان فيها حاجات. الترابيزة دي كانت موجودة في المكان ده كده، فاهماني؟ الترابيزة دي كانت موجودة في المكان ده كده، والشنط دي كانت كلها على الترابيزة، والحاجات دي كلها كانت موجودة في مكان جنب بعض كده ومترتبة. بس لو جيت هنا كده هي مكتوب كلمة بالإنجليزي اسمها كينج توتس هاوس، تمام؟ الكلمة دي الكلام اللي أنا سمعته يعني واتقال ده اسم شخص. طيب الاسم الشخص ده مين؟ هقول لك دلوقتي. هنخرج من هنا
ونروح يا باشا على العالم الأول، وهاقول لك ده كان اسم مين أو الشخص مين، هو أصلًا صورته متعلقة في العالم الأول، فإحنا دلوقتي هنروح العالم الأول وأقول لكم مين الشخص ده. أنا مش باقول أكيد هو ده الشخص وده اسمه، ده الكلام اللي اتقال، فأنا باحب بس إيه، ما أطلعش أقول كلام من عندي وخلاص، تمام. أنا بحثت ودوّرت كتير وشوية من هنا وشوية من هنا، فاهم؟ فباقول لكم الكلام أو أكترية الكلام اللي اتقالت عمومًا يعني، وأغلب المراجع اللي أنا باراجع لها هي مراجع أجنبية. فإحنا دلوقتي رُحنا على العالم الأول، عايزين نروح الmiddle town. فتعالَ نروح عند الmiddle town كده، هاوريكم حاجة هناك، صورة الشخص الناس اتكلمت عليه وقالت إن هو ده اسم الشخص اللي كان موجود في الغرفة المخفية دي. تعالَ بس ننزل كده، تمام. عارفين يا جماعة الأوضة اللي كنا بنشتري فيها هاكي التصلُّب؟ هي دي الأوضة يا جماعة، تمام. وطبعًا أنت بتشتري هاكي التصلُّب من هنا، وطبعًا تقدر تعدِّل عليه من هنا، بس ما علينا، ما علينا من دي. هو ده الشخص اللي الناس اتكلمت عنه، تمام. وقالت إن هو ده الاسم اللي كان موجود في الغرفة المخفية اللي في الكوفي. فبس كده يا جماعة، هي دي شوية أسرار كده في map Blocks Fruit. أنا حرفيًا عندي شوية حاجات تانية كتير جدًا، بس ده محتوى جديد، فيعني لو المحتوى ده عجبكم أنا ممكن أعمل فيديوهات تانية في أسرار تانية في Blocks Fruit. بس اكتبوا لي بس في الكومنتات المحتوى ده عجبكم، إن أنتم محتاجين آثار. إزيك يا طارق، عامل إيه؟ ده طارق يا جماعة معانا في الDiscord، صديق ليّا، كان متابعني من زمان يعني. فالمهم لو المحتوى ده عجبكم يا جماعة، اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، واكتبوا لي في الكومنتات إن المحتوى ده عجبكم في موضوع الأسرار والحاجات دي، وأنا عندي شوية أسرار تانية ممكن أعمل فيديو تاني للحاجات دي. فلو أنت وصلت لحد النقطة في الفيديو، اكتب لي بيندو بلوكس في الكومنت، وفرصة إن أنت تكسب في مسابقة ال2000 روبوكس أو الفاكهة البر، هتبقى فرصتك أكبر من غيرك. وأتمنى يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش سيرفر ديسكورد، وأشوفكم على خير، ويلا يا جماعة مع السلامة.